بيبدأ فيلم النهاردة بمجموعة من قطاع الطرق بيطاردوا 5 أفراد من اللصوص اللي موجودين في الصحراء، لكن بعد مطاردة استمرت وقت طويل ما بينهم بيقطعوا الحبال بتاعة الأحصنة وبيقدروا يهربوا منهم وبيدخلوا كهف علشان يرتاحوا فيه من التعب. وبنعرف إنهم جم من الغرب لحد الصين علشان يدوروا على البارود، ودي مادة متفجرة اكتشفتها الصين، وبيبدأوا يطلعوا الحاجات اللي اتبقت معاهم والحاجات اللي سرقوها علشان يتخلوا عن اللي مش محتاجينه علشان يخففوا الحمل، وده لأنهم كان عددهم 20 ودلوقتي بقوا 5 بس بسبب المطاردات اللي كل شوية يتعرضوا لها. وبيطلعوا من ضمن الحاجات اللي معاهم مغناطيس تقيل جدا وبيرموه، لكن بيقرر واحد منهم انه يجيبه مرة تانية وبيقول لهم انهم ممكن يستفادوا بيه بعد كده. وفجأة بيهجم عليهم كائن غريب وبيبدأ يهاجمهم وبياكل منهم 3، لكن ويليام وتوبار بيطلعوا السيوف بتاعتهم بسرعة وبيهاجموه وبيقدروا انهم يقطعوا ايده وبيقتلوه. وبيقول ويليام لتوبار انه هياخد ايد الكائن ده معاه علشان يقدر يعرف هو ايه. وتاني يوم بيقرروا انهم يمشوا علشان يكملوا طريقهم، لكن بيقابلهم مجموعة تانية من قطاع الطرق وبتبدأ تهاجمهم مرة تانية. وبعد شوية بيوصلوا لسور وبتبدأ الجنود اللي على السور تعمل عليهم حلقة بالأسهم، يعني يا صديقي مفيش مفر من الهروب. وبيأمرهم القائد انهم يستسلموا الا هيقتلوهم، فمش بيكون قدامهم غير انهم يستسلموا. وبتيجي القائدة لين وبتسألهم عن الايد اللي معاهم دي جابوها منين، لكنهم بيقولوا لها انهم قطعوها من كائن هجم عليهم بعد ما اكل 3 من صحابهم. لكن طبعا مش بتصدقهم، لكن بيصدقهم القائد لما بيشوف هدومهم والسيف اللي معاهم وبيلاقيه فعلا عليه دم، وساعتها بيتأكد ان هم فعلا قتلوه. فبتؤمر القائدة انهم لازم يتعدموا علشان محدش يكتشف سر السور. وفجأة بيدخل عليهم واحد من الجنود وبيقول لهم انهم بيتعرضوا لهجوم وبيبدأوا يشغلوا صفارات الانذار. وبتؤمر القائدة انهم ياخدوهم على السجن وبيتحركوا بسرعة علشان يشوفوا الكارثة اللي حصلت دي. وبيسألهم ويليام عن الكائن اللي قتلوه ده يبقى اسمه ايه، فبترد عليه وبتقول له ان اسمه التوتي. ولما بيوصلوا للسجن مش بيلاقوا المفتاح، فبياخدوهم وبيربطوهم على السور. وبيبدأ الجنود ياخدوا اماكنهم على السور وبيكونوا مختلفين، فبيكون في اللي لابس احمر واسود وازرق. وبيكون ويليام وتوبار مبهورين بشكل الجيش واعدادهم. وبيبدأ كل واحد من الجنود يستعد علشان يقوم بمهمته. وبتبدأ تستعد لين هي وكام واحدة معاها كده، وبيلفوا حلقات على وسطهم وبيكونوا من الجيش اللي لابس ازرق. بعدها بيبدأ عدد كبير من الوحوش يهجم عليهم، وبيبدأ الجيش بإطلاق عدد كبير جدا من الصواريخ، وبيقدروا يموتوا عدد من الوحوش دي، لكن عددهم بيكون كبير جدا لدرجة انهم مش بيكونوا مسيطرين عليهم. ولما خلاص الوحوش بتقرب توصل للسور، بتبدأ البنات اللي لابسين ازرق بالهجوم على الوحوش دي، وبتكون كل بنت منهم ماسكة سلاحين وبتنزل تقتل فيهم. لكن يا صديقي عدد كبير من البنات بيموت بسبب الهجوم الشرس بتاع الكائنات دي. بعد كده بتبدأ تظهر ملكة التوتي هي ومعاها الحراس بتوعها، وبيبدأوا يخافوا جدا. وبيؤمر القائد انهم يضربوها بالصواريخ، لكن الحراس اللي حواليها بيقدروا انهم يحموها ومفيش ولا ضربة بتيجي فيها. بعد كده الملكة بتديهم اشارات انهم لازم يخترقوا السور، وفعلا بيبدأ الوحوش دي بالهجوم على السور. وبيطلع واحد منهم عند ويليام وتوبار وبياكلوا مجموعة من الجنود اللي كانوا بيحرسوهم. وبيقول ويليام لحارس من اللي كانوا موجودين انه يجي يفك الحبل اللي مربوطين بيه بسرعة. وبيبدأ ويليام بالهجوم على التوتي وبيضربه بالاسهم وبيقدر يخلص عليه. وبعدها بيهجم واحد تاني على الحارس وبيحاول توبار يشتت انتباهه. وبعدها بيقدر ويليام انه يقضي على واحد هو كمان. بعد كده بتؤمر الملكة باقي الوحوش بالانسحاب وبياخدوا اللي ماتوا معاهم. وبعديها يا صديقي بيجي القائد وبيهني ويليام وتوبار على شجاعتهم، وبيأمر الجنود انهم يوفروا لهم سكن عندهم، وده لان متوقع ان التوتي يرجعوا مرة تانية. وفي وقت ما بيكون ويليام وتوبار مريحين بيروح لهم بارد علشان يعرفهم انهم لازم يروحوا الساحة، وبيسألهم انتوا ايه اللي جابكوا هنا. فبيرد عليه ويليام وبيقول له انهم كانوا بيدوروا على البارود وحكى له على اللي حصل لهم. فبيقول له بارد انه موجود هنا لنفس السبب برضه وحصل له نفس اللي حصل لهم، وانه محبوس هنا بقاله 25 سنة علشان سر السور والبارود ما يطلعوش بره. وبيقول لهم انه ممكن يتحد معاهم علشان يسرقوا البارود ويهربوا، بس الفرصة الوحيدة اللي تسمح لهم بالهروب وقت هجوم الوحوش مرة تانية. بعدها بيمشي وبيستناهم يخرجوا للساحة، ولما بيخرجوا الكل بيشجعهم وبيسقف لهم، لكن القائد بيحب انه يختبر قدراتهم. وبيقف توبار وويليام في ظهر بعض وبيرمي ويليام الطبق لفوق، وبعدها بيضرب 3 اسهم ورا بعض وبيقدر يثبتهم في الحيطة هم والطبق. وكل الجنود بيبقوا مبهورين باللي عمله. وبيقعد ويليام مع لين وبتعرفوا انها متربية هنا مع الجيش من وهي عندها 5 سنين، وبتقاتل علشان تحمي بلدها وتحمي السور. وهو كمان بيقول لها انه اتربى مع الجيش من وهو عمره 5 سنين، لكن كان بيحارب من اجل انه يعرف يجيب اكل، بس بعد كده بقى يحارب علشان يجيب فلوس. فدخل بقى في حروب كتير مع بلدان كتير. وبيقابل بارد ويليام وتوبار وبيوريهم عينة من البارود،
وبيقول لهم انهم لازم يستعدوا علشان لما التوتي يهجم عليهم بيسيب اغلب الحراس اماكنهم، وبكده يقدروا يستغلوا الفرصة ويهربوا. بعد كده بيدخل عليهم واحد من الجنود وبيقول لهم ان المخطط وانج عايزهم، وبيسألوا المخطط وانج ان المغناطيس ده كان معاه وقت ما قطع دراع التوتي، فبيرد عليه ويليام وبيقول له ايوه. فبيقول له وانج انه بيعتقد ان المغناطيس ده فيه قوة غير مرئية بتقدر تسيطر على الكائن ده وتخليه في حالة سكون ومش بيقدر يتحرك. فبيسأله ويليام ايه الكائن ده اصلا، فبيقول له انهم كائنات بتعيش في الجبال، بس من زمن طويل يجي 60 سنة كده كان في ملك طماع جدا، وكانت كل مدن الصين بتعاني من ظلم وجشع الملك ده، ونتيجة لظلمه بينزل نيزك من السماء على الجبل ده، بعد كده بيتحول للون الأخضر. وفي الوقت ده ظهر كائن التوتي وهجم على البشر، وبيقول له ان الكائن ده بياكل اي حاجة قدامه سواء اخضر او يابس، وبعد كده بيجمع الاكل اللي بياكله سواء بشر او حيوانات او غيره وبيروح يقدمه للملكة علشان تقدر تتكاثر وعددهم يزيد. والوقت ده بيجي خبر للقائد ولين ان في هجوم على السور، ولما بيروحوا بيلاقوا انه في جنود كتير ماتوا، فبيؤمر القائد باقي الجنود انهم يعملوا درع وينزلوا يستني باقي التوتي تحت، وهو بيفضل فوق هو ولين. لكن بيكون التوتي عامل لهم فخ وبيهجم على القائد وبيموته، لكن قبل ما بيموت بيوصلين ان هي اللي هتتولى القياده من بعده، وبتعمل له لين مراسم دفن كبيره جدا بيشارك فيها كل القاده والجنود. بعد كده بيجي لهم تقرير لمعركه قديمه من 900 سنه، وبيكون مكتوب فيها ان كان في 3 وحوش بيهاجموهم بشراسه جدا، لكن بمجرد ما الوحوش دي وصلت عند البوابه بدات تهدى وتكون في حاله سكون، وبكده قدرت الجنود انها تقتلها بكل سهوله. لكن وقتها اكتشفوا ان البوابه دي فيها مغناطيس زي اللي كان مع ويليام، وبيستنتجوا انه ده هو اللي سيطر على كائن التوتي وخلاه يهدى. فبيقترح ويليام انهم يصطادوا الكائن ده علشان يقدروا يحددوا ان الكلام ده صح ولا غلط، لكن بترد لين عليه وبتقول له انه صعب جدا انهم يعرفوا يصطادوه، لكن بيقترح ويليام انهم يصطادوه بالرماح زي ما بيصطادوا الحيتان، وطبعا الحيتان اكبر من المخلوقات دي بكتير. وبعد كده بنشوف توبارو بيكون متعصب من ويليام لان ده معناه انه عايز يشارك معاهم في المعركه، وانهم كده مش هيقدروا يهربوا بالبارود وقت الهجوم، وبيطلب منه انه يعمل نفسه عيان علشان يخلع منهم، وبيجيب وانج منوم وبيبدا يدهن بيه الرماح اللي هيصطادوا بيها التوتي. وبعدها بنشوف السما بتكون الضباب مغطياها ومش بيبقوا شايفين حاجه، فبيجيبوا ابواق كبيره علشان يحاولوا يسمعوا بيها اصوات التوتي. وبعدها التوتي بيبدا بالهجوم عليهم وبيرموا عليه الرماح، وبتؤمر لين الجنود انهم يعملوا عليه حلقه من النار علشان يبعدوا عنه باقي التوتي. وفي الوقت ده بارد بيحاول انه يهرب، لكن توبار مش بيوافق وبيقول له انه مش هينفع يهرب من غير ويليام، وبيمشي ويسيبه. وبعد كده المنوم بيكون عمل مفعوله ونيم التوتي، وبيروح ويليام وبيربطه بسلسله حديد كبيره، وبيبدا الجنود انهم يسحبوه. لكن في الوقت ده بيهجم على ويليام واحد منهم، لكن توبار بيجي في اخر لحظه وبيقدر ينقذه. وبنروح للمجموعه التانيه وبنشوف وانج بيجرب مفعول المغناطيس على التوتي، وبيلاقوه فعلا ثابت في مكانه ومش بيتحرك. بعد كده المبعوث اللي جاي بالوثيقه بيقول لهم انه هياخد التوتي للملك، وطبعا بيعترض وانج وبيقول انه مش هيتحرك من هنا، وانهم هم اللي هيعملوا عليه الابحاث لانهم هم اللي قدروا يصطادوه. لكن المبعوث بيصر انه ياخده معاه وبيقول له ان دي اوامر الملك وانه لازم ينفذها، وفعلا بياخده وبيروح بيه للعاصمه. وبتيجي الجنود بسرعه للقائده لين وبيقولوا لها ان في هجوم من التوتي على السور، ولما بتروح لين بتلاقي ان التوتي حفر نفق تحت السور علشان يقدروا يخترقوه، وانهم كانوا جزء منهم بيشتتهم بالهجمات بتاعتهم، والجزء التاني كان بيحفر في النفق، وبكده قدروا التوتي انهم يضحكوا عليهم. وفي الوقت ده بيستغل بارد فرصه انشغالهم وبيحاول انه يهرب هو والطوبار بعد ما سرقوا البارود، وبيولع بارد جزء من البارود علشان يفجر بيه الباب ويخرج. لكن بيسمع ويليام صوت الانفجار وبسرعه بيروح عندهم وبيشوفوا جندي من الجنود وبيروح وراه. ولما بيوصل ويليام لمكان الانفجار بيلاقي بارد وطوبار محضرين كميه من البارود اللي هيهربوا بيه، لكن ويليام بيحاول يقنعه انه ما ينفعش يهرب وانهم هيكونوا محتاجين البارود اللي عايز يسرقه ده. لكن طوبار مش بيسمع كلامه وبيقطع حبل الشبكه اللي فوقه وبيوقعها عليه وبيخليه يفقد الوعي، وبياخد البارود هو وبارد وبيهربوا. وبترجع لين وبيبلغوها الجنود ان البارود اتسرق، وبتتعصب من النصايب اللي عماله تحصل لها دي، وبتؤمر الجنود انهم يجيبوا لها ويليام، وبتتكلم معاه وبيقول لها انه حاول انه يقنعهم انهم ما يهربوش، لكن طبعا مش بتصدقه وبتحكم عليه بالاعدام. لكن في الوقت ده بيتدخل الجندي اللي شافهم وبيقول لها انه فعلا حاول يمنعهم، بس هم وقعوا عليه الشبكه واغمى عليه.
وبتقول للجنود انهم يحطوه في السجن لحد ما تشوف هتعمل فيه ايه، وبتأمرهم انهم يروحوا يدوروا على برد وطوبار في الصحراء. وبنشوف برد بيقول لطوبار انه يطلع فوق الجبل علشان يستكشف المكان، وبيسمع كلامه لكن ما يعرفش ان ده بيكون فخ منه، وبياخد الخيول والبارود وبيسيبه وبيهرب. وفي الوقت ده بتبعت لين الجنود بمناطيد علشان يدوروا عليهم، وهي كمان بتركب منطاد مع الجنود بتوعها وبتروح العاصمة علشان تشوف التوتي. وبنرجع لبرد وبيكون جه عليه الليل وبيطلع عليه مجموعة من قطاع الطرق وبيكتفوه، مش بيكونوا عارفين ايه اللي معاه ده، وفجأة بيولعوا نار وده بيخلي البارود اللي معاه ينفجر، وبيسمع صوت الانفجار ده طوبار. ولما بيروح بيلاقي البارود انفجر وكلهم ماتوا، وما بيفضلش غير الخيول فبياخدهم وبيمشي. لكن بعد شوية بتلاقيه الجنود اللي بعتتهم لين وبيقبضوا عليه. وبعدين بيروح جندي لويليام وبيحرره من السجن اللي كان فيه، وبيسألوا عن لين وبيقول له انه كائنات التوتي قدرت تخترق السور من خلال النفق اللي عملوه وهم كده في طريقهم للعاصمة. وبيقول له ان لين اخدت المنطاد بتاعها ومعاها 4 من الجنود علشان تروح العاصمة، يمكن تعرف تنقذ الموقف وتقتل الملكة. وكمان بيقول له انها امرت انك تكون حر، فلو عايز تمشي امشي. لكن ويليام بيتراجع في اخر لحظة وبيقرر انه يفضل معاهم، وبيركب مع وانج المنطاد بتاعه علشان يروح للين. ولما بتوصل لين للمدينة بتلاقي الكائنات دي مالية المدينة وعمالة تقتل في الناس، وكمان بيهجموا على المنطاد اللي هي فيه وبيوقعوها في الارض وبيحاصروها. لكن في الوقت ده بيظهر ويليام بالمنطاد بتاعه وبياخدها وبينقذها من التوتي، فبتفرح لين جدا. وبعدين بيوصلوا للقصر اللي فيه الملك بس بيكون مستخبي ورا العرش بتاعه، فبيقول له الوزير انها قائده لين. فبيطلع الملك وبيسالهم اذا كانوا قدروا يخلصوا على الكائنات دي ولا لسه، فبيرد عليه وانج وبيقول له انهم محتاجين التوتي اللي اسروه علشان يقدروا يخلصوا على الملكه من خلاله. وبيبدا يقول له على الخطه بتاعته، وهي انهم هيربطوا كميه كبيره من البارود في جسم التوتي اللي بيكونوا مسيطرين عليه من خلال المغناطيس، وهيحطوا جنبه قطعه كبيره من اللحم وبيبداوا يشيلوا المغناطيس. ولما بيفوق اكيد هياخد قطعه اللحم دي وهيروح على الملكه علشان ينقل لها الاكل. ففي اللحظه دي يستغلوا هم الفرصه ويخلصوا على الملكه، وبكده يقضوا على كل التوتي. وبياخدوا التوتي وبيمشوا في انفاق صرف تحت القصر علشان يقدروا يوصلوا لاقرب مكان للملكه. لكن التوتي بيعرف مكانهم وبيهاجمهم، وبيقدر يسيب الجندي اللي معاهم وبيسيبوه وبياخدوا التوتي وبيكملوا طريقهم. لكن بيهجم عليهم واحد تاني وبيقدر الجندي المصاب انه يفجر جزء من البارود اللي معاه، وبيضحي بنفسه قبل ما التوتي يوصل لهم. وبكده بيوصلوا لمكان قريب من الملكه وبيشيلوا المغناطيس من على التوتي، وبيبدا يفوق وبياكل اللحم وبيروح على الملكه على طول. وبيطلع ويليام وليل لاعلى البرج علشان يبدا يضرب الملكه بالسهم المفخخ اللي معاه، لكن حراس الملكه بيقدروا يحموها. وبيكرر الموضوع ده اكتر من مره، لكن في المره الاخيره بتاخد الملكه بالها منهم وبتؤمر التوتي انهم يهجموا على البرج. لكن بيقدر ويليام ولين انهم ينطوا من على البرج في اخر لحظه قبل ما التوتي يهجم عليهم، وبيقع عدد كبير منهم من على البرج وبيموتوا. وفي الوقت ده بيرمي ويليام المغناطيس عند الملكه، وبعدها بترمي لين السهم المفخخ على التوتي اللي هم مفخخينه، وبتنفجر الملكه وبتموت وبيموت معاها كل التوتي. وبكده بيقدر البشر انهم ينتصروا على الوحوش بعد 900 سنه من غزوهم للارض. وبنشوف ويليام بيروح لطوبار السجن وبيقول له ان الملك خيره انه يا ياخد البارود اللي هو عايزه يا اما يحرر صاحبه. لكن ويليام بيختار انه يحرره، وبتفكوا الجنود. لكن وهم طالعين بيقابل لينو وبتشكره على كل اللي عمله معاها وبيمشوا. وبكده بيكون انتهى فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه، واستناني في ملخص تاني. سلام. بيبدأ الفيلم يا صديقي بمعركة كبيرة جدا في ساحة جبل جوبل، والمعركة بتدور بين سلالة تانج الصينية بقيادة إمبراطور السلالة وجيشه اللي بيتكون من 200 ألف جندي، وبين مملكة جوجوريو بقيادة الجنرال يون وجيشه اللي فيه 150 ألف جندي. وبتبدأ مملكة جوجوريو بالهجوم وبيتقدم القائد صامويل، والجيش التاني بيرد الهجوم برمي السهام عليهم، واللي بيتفاداها جنود مملكة جوجوريو عن طريق الدروع الواقية اللي كانوا لابسينها، وبيكملوا هجومهم على جنود سلالة تانج وبيوصلوا لحد عندهم. فبيعمل الامبراطور تانج وجنوده درع واقي بالدروع اللي معاهم في وش جنود مملكة جوجوريو، وبيبدأ القتال بين الجيشين. وخيول جنود مملكة جوجوريو بتصطدم بجنود الفرقة التانية اللي على أرض المعركة، وبيقتلوا كتير من جنود الامبراطور. وساعتها الامبراطور تانج بيقول ان جنود مملكة جوجوريو معنوياتهم عالية جدا وبيقلق. وساعتها المستشار بتاعه بيقول له احنا لو استمرينا بالمنظر ده هنتغلب. لكن الامبراطور بيرد عليه وبيقول له انا عامل حسابي. وبيطلع الامبراطور تانج كان عامل لهم فخ لما بنلاقي فرقة تانية بقيادة واحد اسمه أسانا كانوا مستخبيين ورا جبل، وبيطلعوا يطوقوا جنود الجنرال يون اللي بيلاقوا نفسهم في موقف محرج.
وجنود الامبراطور تانج حواليهم من كل حته، وبيأمر الامبراطور تانج بالهجوم، فبتشتد المعركه وبيتقتل عدد كبير جدا من جيش الجنرال يون، والقائد صامويل بيقع من على الحصان بتاعه. وساعتها مساعد الجنرال يون بيحس انهم قربوا من الخساره وبيقول له احنا لازم ننسحب لاننا كده هنخسر. وساعتها الوسيطه الروحانيه اللي بتتنبأ بالمستقبل بترد وبتقول لهم ده اللي انا قلت لكم عليه قبل كده وما سمعتوش كلامي. والمعركه بتكون مولعه وجنود الجنرال يون عمالين يقعوا واحد ورا التاني، والقائد صامويل عمال يقاتل بشجاعه لحد ما صاحبه بيقول له كفايه رايه الاستسلام اترفعت، وبيجي اسانا وبيقتله في نفس اللحظه، وبيزعل عليه صامويل جدا وبينسحب الجنرال وجنوده والمعركه بتخلص. وبنلاقي مساعد الجنرال يون زعلان وبيقول له ان اتقتل منهم كتير جدا، وان اللي فاضل من الجنود 10,000 جندي بس من 150,000 جندي. وبعد كده بنروح لمشهد تاني من جوه خيمه الامبراطور تانج، والوسيطه الروحانيه قاعده قدامه وبيسال المستشار بتاعه مين دي، فبيقول له دي الوسيطه الروحانيه لمملكه جيجوريو وبتتنبأ باللي بيحصل في المستقبل واثرناها في المعركه. بعد كده بيمسك المستشار السهام اللي استخدمها جنود مملكه جيجوريو، والوسيطه الروحانيه بتقول له سيب سهام المملكه المقدسه، وبيوريها للامبراطور تانج وبيقول له دي السهام اللي مملكه جيجوريو استخدموها في المعركه. والامبراطور بينبهر من خفه السهم وبيقول له انه بيروح لمسافات بعيده جدا وبيحاول يستخدمه لكنه ما بيعرفش. فالمساعد بتاعه بيقول له ان مفيش حد بيقدر يستخدم السهام دي غير جنود مملكه جيجوريو. وبعد كده الامبراطور بيساله هو ايه اللي ممكن يقابلنا في الطريق لمملكه جيجوريو، فالمساعد بيقول له مفيش غير قلعه انشي. وساعتها واحد من قاده الامبراطور بيقول له انهم ممكن يستولوا على قلعه انشي من غير ولا نقطه دم، لان القائد يانج قائد القلعه على خلاف مع الجنرال، وكمان بتطلع الوسيطه الروحانيه كانت خطيبه القائد يانج. بعد كده بنلاقي الجنرال يون وصامويل قاعد قدامه وبيسأله عن القائد يانج، فصامويل بيقول له انه يعرفه بس عمره ما قابله قبل كده، وبيقول للجنرال هو بالنسبه لي خاين لانه عصى اوامرك. فالجنرال بيقول له هو مش بس عصى اوامري، ده كمان رفض انه يشترك معانا في الحرب ضد سلالة تانج. وبيكمل الجنرال كلامه وبيقول للقائد صامويل انا استدعيتك علشان تتسلل القلعه وتقتل يانج. فصامويل بيقول له ان جنود الامبراطور في طريقهم للقلعه دلوقتي، لكن الجنرال بيقول له ما تشيلش هم جنود الامبراطور، احنا هنستناهم ونخلص عليهم في العاصمه. فصامويل بيساله وبيقول له طب وشعب الانشي هنعمل معاهم ايه؟ فالجنرال بيقول له دول كمان خونه، انت هتقتل يانج وبعدين تنضم لينا في العاصمه. وبيتجه بعدها صامويل للقلعه، وفي الطريق بيقعد علشان يستريح شويه، وساعتها بيسمع صوت 2 من جنود المملكه وبيعرضوا عليه انهم يروحوا معاه ليانج، فبيوافق وبيروحوا للقلعه هما الثلاثه مع بعض. وقبل ما بيوصلوا للقلعه بيقابلوا 2 من الرجاله ومعاهم 6 عجوزه، وبتكون عربيتهم غارزه في الارض ومش عايزه تتحرك، فبيروح صامويل والجنديين اللي معاه علشان يساعدوهم. وبعد ما بيساعدوهم بيسألهم صامويل هو انتوا من منطقة الأنشي؟ فبيرد واحد منهم وبيقول له أيوة. فصامويل بيقول له إنه عايز يوصله لقائد القلعة علشان حد يوصل له تحية، فالراجل بيرد عليه وبيقول له إن هو قائد القلعة. وصامويل ساعتها والجنديين اللي معاه بيندهشوا جدا، فبيقول لهم انا عارف ان انتوا مندهشين ليه وعارف ان انتوا جواسيس. بعدها بيطلب من تشو اللي بيعتبره ايده اليمين انه يفتش الخيول بتاعتهم، فبيفتشهم وبعد ما بيخلص تفتيش بيقول له انه ملقاش حاجه. وبعدها تشو بيواجه كلامه لصامويل والجنديين وبيقول انا سمعت ان الجنرال باعت جنود علشان يقتلوا القائد، فبيهجم عليه الجنديين لكنه بيقتلهم. وبعدين بيثبت صامويل بالسيف على رقبته، فصامويل بيقول له انا مش جاسوس وانه متربي في القلعه من وهو صغير وفي ناس كتير قوي تعرفه. فالقائد بيقول لتشو خلاص هاته معانا، فتشو بيقول له انا خايف يعمل لنا مشاكل، فالقائد بيقول له هاته بس اما نشوف اخره ايه. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي صامويل واقف قدام القائد يانج، والقائد بيسأله وبيقول له ايه الاشاعات اللي بتتقال عليا ما بين الجنود؟ فصامويل بيقول له انا مش فاهم قصدك ايه. ساعتها بيرد القائد يانج عليه وبيقول له يعني انت مش عارف ان كل رجاله يون بيقولوا عليا خاين؟ صحيح انت ايه اللي خلاك تيجي هنا واحنا قلعه الخونه؟ ما رحتش العاصمه ليه؟ فصامويل بيقول له يا صديقي ان جنود الامبراطور كانوا مطاردينه وانه وصل لحد القلعه وقرر انه ينضم ليهم ويدافع عن شعبه. وساعتها بيتدخل واحد عجوز وبيعرف صامويل وبيسلم عليه وبيقول للقائد ان صامويل اخر شخص اتبقى من قبيله إليجوري، فبيعرفوا القائد على رجالته اللي هم تشو دراعه اليمين وبوانج قائد المبارزين وهولبو ابو فاس. وبعد ما بيعرفوا عليهم بيطلب من صامويل انه يمسك العلم وينضم ليهم ويعرفوا ان هو هيقاتل معاهم كواحد من شعب الانشي، وبيوافق صامويل. وبعد كده بيعدي الوقت وبيفضل صامويل يراقب القائد وبيستغرب من المعامله الكويسه اللي بيعامل بيها القائد شعبه.
وفي مرة بيكون واقف مع الراجل العجوز والقائد بيساعد الناس، فبيسأله صامويل هو القائد بيمثل ايه لشعب الانشي، فبيقول له ان القائد يانج يعتبر هو قلعة الانشي نفسها، ومن غيره شعب الانشي ولا حاجة. وبعد كده بيسأل القائد يانج تشو عن القائد باسو، فبيقول له هتلاقيه نايم لانه كان في وردية الحراسة بتاعته بالليل. لكن القائد يانج بيحس ان تشو مش بيقول الحقيقة، وبيروح على بيت باسو، فبيلاقيه هناك ومعاه اخته، فبيتعصب جدا وبيكون عايز يموته. لكن اخت القائد يانج بتدافع عن حبيبها باسو، وبتقول له انا اللي جيت بارادتي وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. هي قالت له كده. ساعتها بوق القلعة بيضرب، فبيلاقي فرقة من جيش الامبراطور واقفة على بعد، وبتكون فرقة الاستطلاع بعتها الامبراطور علشان يعرف احوال شعب الانشي. وساعتها القائد بيعرف ان جيش الامبراطور قريب والحرب على وشك انها تقوم، وبعدين بيؤمر القائد يانج القادة بتوعه انهم يستعدوا، علشان كده جيش الامبراطور ممكن يكون موجود في القلعة في اي وقت. فبيطلع القادة الثلاثة يجهزوا الجنود وبيرتبوا كل حاجة علشان يستعدوا للحرب. وبعدين يا صديقي القائد بيروح لصامويل وبيطلب منه يحلق له دقنه علشان ده من طقوس الحرب. فبيمسك صامويل خنجره وبيفكر ان دي الفرصة انه يقتل القائد، لكنه بيتردد خصوصا بعد ما شاف معاملته الكويسة لشعبه وحب الناس ليه. وساعتها بيحس القائد من خوف صامويل وتردده اللي كان ظاهر عليه انه فعلا كان مبعوث علشان يقتله، فبيقرر القائد انه يديله فرصة تانية لانه من شعب الانشي. وبيتدخل تشو وبيشوف صامويل وهو ماسك الخنجر، وبعدين بيقول للقائد انه كان شاكك فيه من الاول. فالقائد بيقول له الايام هتبين، وتشو ساعتها بيقول له لو فكر يعمل حاجة هخلص عليه. وبيقاطع كلامهم اجراس الحرب، فبيعرفوا ان جيش الامبراطور وصل. فبيمشي القائد علشان يتاكد من ان كل شيء جاهز للحرب، وبيكون صامويل ماشي جنبه وهو رافع العلم. وبيدخل الامبراطور بجيش كبير جدا وآلات للحرب تساعدهم يطلعوا سور القلعه. ساعتها الجنود والقاده كانوا مذهولين من الاعداد الرهيبه بتاع الجيش الامبراطور، لان كان عددهم 200,000 وجنود الانشي 5000 بس. ولما القائد شاف الخوف باين عليهم اتكلم وقال لما عرفت ان جيش الامبراطور جاي على القلعه كنت عارف ان عددهم اكبر من عدد الجنود بتاعتنا بكتير، ومع ذلك قررت اني هحارب لاني مش طبع التخاذل ولا الاستسلام. وبيحمسهم بكلامه للقتال. وفي نفس الوقت يا صديقي بنلاقي الامبراطور بيخاطب جنوده وبيقول لهم ان كل حاجه في القلعه ملكهم، وانهم يستولوا على كل حاجه حتى الاطفال والنساء وياخدوهم عبيد ليهم. وبيبدا بعدها جنود الامبراطور ينموا الحجاره على القلعه بالمنجنيق، وجنود الانشي بيكونوا خايفين جدا وبيحاولوا انهم يتفادوا الحجاره على قد ما يقدروا. وفجاه بيظهر حجر كان هيخلص على صامويل، لكن القائد بينقذه. وبيفضل جنود الامبراطور يرموا حجاره كتير جدا على القلعه، لكن برضه مش بتنهار. فالامبراطور بيستغرب وبيسال المستشار بتاعه هي اسوار القلعه ما بتنهارش ليه؟ فبيرد عليه المستشار بتاعه وبيقول له انها متحصنه كويس بالحجاره والرمل. فبيأمر الامبراطور الجنود انهم يتسلقوا اسوار القلعه، وفي نفس الوقت القائد يانج بينظم صفوف الجنود وبيأمر الجنود انهم يطلقوا السهام علشان جنود الامبراطور ما تتقدمش للقلعه. فبيبدأ جنود الامبراطور هم كمان في اطلاق السهام، وبيبدأوا ينصبوا السلالم على اسوار القلعه علشان يتسلقوها ويقدروا يدخلوها. وعلى الناحيه التانيه جنود القائد بيضربوهم بالسهام والحجاره علشان يمنعوهم من انهم يدخلوا للقلعه. وبيأمرهم القائد انهم يستخدموا آلة اسمها اسنان الذئب، وبيستخدموا الاحجار المدمره. فبينفذ جنود الانشي اوامر القائد، وفعلا بيقدروا ان هم يكسروا السلالم ويخلصوا على عدد كبير من جنود الامبراطور. لكن الامبراطور مش بيسكت وبيأمر جنوده انهم يعملوا سلالم اكتر علشان يمكنوا عدد كبير من الجنود انهم يدخلوها. وفعلا بيوصل عدد من جنود الامبراطور لسور القلعه وبيشتبكوا مع تشو والقائد يانج وباقي القاده اللي بيثق فيهم يانج، وفعلا بيخلصوا على عدد كبير منهم. لكن جنود الامبراطور يا صديقي في الوقت نفسه كانوا بيحاولوا يكسروا بوابه القلعه. وبعدين بيأمر الامبراطور القائد اسانا انه ياخد جزء من الجنود اللي في الفرقه بتاعته وبيتوجهوا لسور القلعه من ناحيه الشمال، وبيحاولوا يتسلقوا سور القلعه. وبعدين بيأمر الحرس بتاعه انهم يروحوا ناحيه القلعه من اليمين، وبيبداوا هم كمان انهم يتسلقوا السور. ولما بيشوف القائد يانج ان في هجوم جامد على القلعه بيدي لاخته وحبيبها باسو اشاره انهم يتحركوا بالجنود اللي معاهم، وبيبداوا يطلقوا السهام على جنود الامبراطور وبيموتوا عدد كبير منهم. وبيقدر الجنود اللي على السور انهم يوقعوا السلالم بجنود الامبراطور اللي عليها، لكن في الوقت ده بينجح جنود الامبراطور في انهم يفتحوا البوابه، وبيدخل عدد كبير جدا من جنود الامبراطور جوه القلعه. لكن القائد بيكون عامل لهم كمين جواها عباره عن سور خشب، وبعدين بينزل عليهم سور خشب تاني يحبسهم في مكانهم. وبيبدا يا صديقي جنود الانشي يضربوهم بالسهام. وبعدين بيطلب القائد من الجنود اللي على سور القلعه انهم يقفوا صف واحد، وبعدين يندفعوا للامام علشان يوقعوا جنود الامبراطور
الامبراطور من على سور القلعة، لحد ما نجحوا انهم يوقعوا كل جنود الامبراطور اللي قدروا يوصلوا للسور، وبدأوا يرموا خطافات عملاقة على السلالم علشان يوقعوها ويمنعوا الجنود من الطلوع عليها مرة تانية، وفعلا بينجحوا انهم يوقعوا كل السلالم اللي كانت منصوبة حوالين السور. والامبراطور بيكون متضايق من اللي بيحصل ووشه بيطلع نار، وبيأمر جنوده بالانسحاب، وحتى وهم منسحبين فضل جنود القائد يضربوهم لحد ما مات عدد كبير منهم. وبكده يا صديقي بتنتهي المعركة لصالح القائد يانج، على الرغم من ان كان جيشه صغير جدا بالمقارنة مع جيش الامبراطور. ولما الليل بيجي بنلاقي صامويل وهو ماسك الخنجر وبيهدد بيه القائد، وبيسأله انت ليه عصيت اوامر الجنرال يون؟ فالقائد بيقول له لانه قتل الملك. فصامويل بيرد عليه وبيقول له انه قتل الملك لانه كان تابع للامبراطور وحرر الأسرى من جنود الامبراطور، واديك شفتهم بنفسك وهم بيحاربونا النهارده. ورفع صامويل الخنجر في وش القائد وقال له انت خاين وخنت الجنرال ومرضتش تمدنا بالتعزيزات العسكريه واحنا في الحرب، وسبت الجنود يموتوا في المعركه بدم بارد. فبيرد عليه القائد يا صديقي وبيقول له ان قتال جيش الامبراطور في ساحه مفتوحه زي ساحه جوبيل يعتبر عمليه انتحاريه، ولو كنت بعت تعزيزات كلهم كانوا هيموتوا. وفجاه بيدخل تشو وبيشوف صامويل وهو رافع الخنجر في وش القائد، فبيتعصب جدا وبيصرخ في وشه وبيقول له ازاي تتجرأ وتعمل كده. لكن القائد بيوقف تشو وبيقول له مش وقته دلوقتي، خلينا في الحرب اللي دايره والامبراطور مش هيسكت. وبيظهر بعدها جيش كبير على ابراج عاليه تابع للامبراطور، وبيفضل يضرب الجنود اللي موجودين على سور القلعه بالسهام. فبيخرج بسرعه القائد وتشو علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، واول لما بيشوفوا المنظر تشو بيقول للقائد الابراج دي لو ما اتدمرتش احنا هنخسر القلعه. فطلب القائد من الجنود انهم يجهزوا اكياس الزيت، وفضل يقاتل مع الجنود ويطلق السهام على جيش الامبراطور. وبترمي يا صديقي الجنود اكياس الزيت في الهواء على الجنود، وبيطلق القائد عليها السهام فبتنزل على الابراج وبتحرق كل الجنود. وبيفضل القائد يبارز بالسيف والجنود بيحرقوا في كل الابراج لحد ما بيتخلصوا منها كلها. وبيتقدم القائد اسانا ناحيه القائد يانج علشان يقتله، لكن صامويل بينقذ القائد وبيقتل اسانا، وبيفقد القائد الوعي وبتنتهي المعركه. لكن القائد بيفضل فاقد للوعي لمده 4 ايام، وبيكون القاده والشعب قلقانين عليه جدا وبيفرحوا جدا اول ما بيفوق. وبيعرف القائد من تشو ان صامويل هو اللي انقذه، فبيستغرب جدا وبيساله ايه اللي حصل مع جيش الامبراطور. فبيقول له انهم انسحبوا ومش هيقدروا يعملوا هجوم تاني في الفتره دي. وفي نفس الوقت يا صديقي بيكون الامبراطور غضبان جدا ومجتمع بالقاده بتوعه، وبيقول لهم انهم خسروا كتير جدا ومش عارفين يستولوا على قلعه صغيره، وهم عددهم اكتر منهم بكتير ومعاهم اسلحه افضل من اللي هم بيستخدموها. وبيطلب منهم انهم يجيبوا له الوسيطه الروحانيه، لكنها بتكون في الوقت ده وصلت للقلعه وبتحاول تقنع القائد انه يستسلم وانهم هيخسروا الحرب والحظ مش حالفهم. وبتقول له ان الامبراطور هيبني هضبه اكبر من القلعه نفسها. وفعلا بيبدا جنود الامبراطور يبنوا هضبه كبيره من الدروع والخشب، وبيأسسوها كويس وبيحصنوها بالرمله والحجاره. وبيكون القائد ورجالته واقفين بيتفرجوا على جنود الامبراطور وهم بيبنوا الهضبه، واللي هتاخد لها شهرين على ما تخلص. وصامويل بيقول للقائد انه هيروح للجنرال عشان يطلب منه تعزيزات. فالقائد بوانج بيرد على صامويل بيقول له تعزيزات ايه اللي هتطلبها من الجنرال ده؟ بيقول على القائد انه خاين. والقائد يا صديقي بيقول لصامويل ما تحاولش، الجنرال يون عمره ما هيقتنع اني مش خاين. فباسو بيقول للقائد احنا هنهاجمهم دلوقتي ونستغل تركيزهم في بناء الهضبه، وانه هيتسلل بالليل لخيمه الامبراطور. فالقائد بيقول له ده خطر جدا عليك وانا مش هقدر اوافق على حاجه زي كده. لكن باسو بيصر وبيقول له انا واخد القرار من فتره كبيره ومستني بس موافقته. وبيستعد باسو علشان ينفذ المهمه. وفي الوقت ده بتبعت الوسيطه الروحانيه رساله للامبراطور تحذره فيها من اللي باسو هيعمله. واول ما بيوصل باسو للخيمه بيلاقي الجنود واقفين ومستنيينه كانهم عارفين ميعاده ومستنيينه. لكن باسو بيقدر يهرب بس بيكون مصاب بالسهام. وبيوصل للقائد وبيقول له انه كان معمول له كمين عند خيمه الامبراطور وان في خاين وسطهم. وبتوصل بيكها وبتشوف حبيبها باسو وبتطلب من الوسيطه انها تنقذه، لكنها بتقول لها ما اقدرش انقذه وانا اللي بلغت الامبراطور باللي باسو هيعمله، لاني كنت عايز انقذ القلعه ولازم نستسلم بدل ما نموت كلنا. فالقائد بيستعد علشان يقتلها، لكن صامويل بيسبقه وبيخلص عليها. وتاني يوم يا صديقي بتدخل واحده على القائد وبتقول له ان اخته بيكها راحت للامبراطور. وبعد كده بنلاقي بيكها وهي بتجري بالخيل بتاعها في وسط الجنود وبتقتل فيهم وبتحاول تنتقم لحبيبها لحد ما بتقع من على الحصان وبتقوم وبتحارب الجنود. والامبراطور بيكون واقف ومستغرب من شجاعتها، وبتضرب بيكها سهم على الامبراطور لكنه بيتفاداه وبيجرحه في وشه جرح بسيط. وبيقتلها جنود الامبراطور وبيقول لهم الامبراطور ابعتوها القلعه لاخوها
وبعد كده بنلاقي صامويل وهو راكب الفرس بتاعه ورايح للجنرال وبيحاول يقنعه ان القائد مش خاين وانه بيخاطر بحياته علشان خاطر شعب الانشي وانه بيدافع عن المملكه ضد جيش الامبراطور وبيطلب منه انه يساعدهم. بعد كده القائد فضل يفكر في حل ينقذ بيه القلعه، وفجاه بتخطر على باله فكره انه يحفر انفاق ويدمر اساسات الهضبه، فبالتالي الهضبه هتنهار ومحدش من جنود الامبراطور هيعرف يوصل للقلعه. وفعلا بيجتمع بالعمال وبيقول لهم على الفكره وبتعجبهم وبيتفقوا على انهم يبداوا فورا علشان مفيش وقت. وبعد كده الهضبه بتكتمل والامبراطور بيعمل وليمه واحتفال للجنود وبيقول لهم انهم هيحتلوا تاني يوم قلعه انشي. فبيروح القائد يشوف عمال الانفاق وصلوا لحد فين في المطر ده، وبيلاقي رئيس العمال اللي هناك بيقول له ان ميه المطر هتملى المكان قبل ما يدمروه. فبيقول لهم القائد انهم يحطوا زيت على اساسات الهضبه علشان يولعوا فيها، لكنها بتكون غرقانه ميه فالزيت ما بيمسكش فيها والفكره بتفشل وما بيكونش في حل. وبعد كده يا صديقي بيروح رئيس العمال يقول للقائد ان الحل هم انهم يقطعوا اساسات الهضبه بالفاس علشان تنهار. فالقائد بيقول له ان كده الهضبه هتنهار فوقيهم ومش هيلحقوا يهربوا، فبيقول له ان لو ما عملوش كده الامبراطور وجنوده هيدخلوا القلعه وبرضه هيموتوا. وفعلا بيبداوا ينفذوا الخطه، وفي الوقت نفسه بيكون جنود الامبراطور بينفذوا الهجوم على القلعه، وبينجح العمال في انهم يدمروا اساسات الهضبه وبيضحوا بحياتهم علشان ينقذوا باقي الشعب، وبتنهار الهضبه وبيموت عدد كبير جدا من جنود الامبراطور اللي بيكون واقف مصدوم من اللي بيحصل. وبيهجم صديق القائد وجنوده وبيقتلوا جنود الامبراطور وبيتمكنوا انهم يسيطروا عليها. فمستشار الامبراطور بيقول له انهم لازم يتراجعوا لان في اي لحظه ممكن تيجي تعزيزات لجنود القائد، لكن الامبراطور بيرفض وبيقول له انه مش هينسحب الا لما يقتل القائد يانج ويستولى على القلعه. وفعلا يا صديقي بيبدا جنود الامبراطور بالهجوم وبيرد عليهم جنود القائد بالسهام، وبيبداوا يولعوا في العجلات وبيحدفوها عليهم، فبيتحرق عدد كبير من جنود الامبراطور وبيفضل القتال شغال لحد بالليل، وبتكون السهام والذخيره اللي مع القائد وجنوده خلاص بتخلص. فالقائد بيطلب من القاده بتوعه انهم يجيبوا له الفرس المقدس والسهم اللي في المقر بتاعه، وبيحاول يستخدم القوس ويصوب ناحيه الامبراطور. في الاول مش بيقدر لانه ايده بتكون مجروحه، لكن في النهايه بيقدر يصيب الامبراطور بالسهم في عينه. وفي نفس الوقت يا صديقي بتوصل التعزيزات للقائد من مملكه جوجوريو، فبينسحب الامبراطور وجنوده، وبعد 3 سنين بيموت الامبراطور بسبب الجرح اللي في عينه. وصامويل بيروح للقائد وبيشكره انه انقذ القلعه، وبيقول له انه هيروح للعاصمه علشان يكمل تدريبه. فالقائد بيقول له انه مش لوحده اللي انقذ القلعه وان مكانه موجود في اي وقت يحب يرجع فيه ليها. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك، واكتب لي في الكومنتات نحب نلخص لكم افلام ايه تانية، واستنوني في ملخص تاني. سلام.